السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى نعمل حاجة جميلة قوي ولذيذة قوي وما بيختلفش عليها اتنين، حاجة كلنا بنحبها وما بنستغناش عنها في الثلاث وجبات، سواء فطار او في غدا او في عشاء. بس بصراحة اسعارها بقت اوفر جدا اوفر جدا، زيادة عن اللزوم. فطبعا لو عملناها في البيت هتبقى اوفر بالنسبة لنا بكتير جدا، وكمان هتبقى انضف، وكمان من غير مواد حافظة. وبتمن العلبة الواحدة هنعمل منها كمية ما شاء الله هتكفينا وتفيد كمان. وعايزه اقول لكم بقى بصراحه، والله هي ارخص من الفول والطعميه. يعني انت لو بتجيبي فول وطعميه الصبح عشان تفطري بيهم، لا، لو عملتي التونه ارخص لك. شوفي النهارده الفول بقى بكام والطعميه بقت بكام، او الجبن كمان للفطار بقت بكام، او علبه التونه الواحده اللي احنا بنجيبها شوفوا تمنها دلوقتي عدى بكام. انا رحت جبت كيلو سمك تونه، الكيلو ب 80 جنيه. طلعوا سمكتين معايا، سمكتين بس سمكتين حلوين يعني. مسكتهم طبعا، غسلتهم ونضفتهم ورحت مقطعاهم جزل. شلت طبعا الراس منهم والديل بتاعهم، وقطعتهم جزل زي ما انتم شايفين كده. وجبت بقى معايا ميه سخنه، وحطيت فيهم جزر وبصل وفلفل وورق لورا، يعني البوكيه الجرنيه اللي احنا بننكه بيه اي شوربه بنعملها. ونزلت عليهم بالسمكتين اللي معايا المتقطعين. بعد كده هو نديت لهم 3 معالق صغيرين من معالق الشاي ملح، او طبعا الملح على حسب التحقيق اللي انت هتحققيه للشوربه بتاعتك. حطيت معايا معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، معلقه من البابريكا، رشه بسيطه كده من الكركم عشان بس يعزز معايا لون التونه طبعا. وحطيت رشه من الفلفل الاسود، وطبعا دي كلها كانت معالق من معالق الشاي الصغيره. سبتها بقى لحد السمك معايا ما استوى. خد تقريبا ربع ساعه كده على البوتاجاز. زي ما انتوا عارفين السمك كده كده ما بياخدش سوا يعني. المهم كده خلاص السمكه بتاعتي اتاكدت ان هي استوت وبقت زي الفل. هطلعها بقى، وطبعا الميه اللي عندي دي مش هفرط فيها، لان الميه دي طبعا هي اللي انا هحفظ فيها التونه بتاعتي. المهم انا هاخد السمك بتاعي دلوقتي هصفيه من الميه، واخده نقشره مع بعضينا كده، ونشوف هنعمل ايه خطوه بخطوه. وطبعا التونه دي من الاكلات اللي بتبقى موجوده عندنا في البيت، بصراحه بتوفر علينا كتير، سواء بقى في فطار زي ما قلت لكم، او في غدا او في عشاء. يعني احنا بدل ما نبعت نجيب جبن بالشيء الفلاني دلوقتي، لا، احنا ممكن ناخد شويه من التونه دي. بصراحه تحفه وجميله جدا، ان شاء الله هتجربوها باذن الله هتعجبكم جدا. هتبقى اوفر بكتير من اننا نجيب فول وطعميه، زي ما قلت لكم برضو ان الفول والطعميه سعرهم بقى غالي جدا، او ان احنا نجيب جبن او نستعملها بقى في وجبات في الغدا، ندخلها في الغدا او في وجبات في العشاء. طبعا بيتعمل منها اصناف كتير، او بتدخل في معجنات، او هي بتتاكل كده لوحدها. طبعا من الحاجات الجميله جدا الموفره جدا لما بتكون موجوده في البيت. دلوقتي بقى نعمل ماده الحفظ اللي هنحفظ التونه بتاعتنا فيها. انا جبت كوبايه من الميه اللي سلقت فيها السمك بتاعنا، وجبت معايا عصير ليمونه كبيره، وجبت معايا نص كوبايه من الخل، ونص كوبايه من الزيت، وحطيت معايا معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من البابريكا، رشه من الملح، لان طبعا دقت الميه بتاعتي السليق فحسيت ان هي دلع شويه، فعشان كده حطيت رشه من الملح. وطبعا الملح على حسب الحياء اللي انت هتدوقيه، يعني ما تقوليش احطي معلقه احطي نص معلقه، لا، انت دوقي الحياء بتاعك بالظبط، واظبطي كده الملح على قد الحياء اللي انت عايزاه. وحطيت معايا رشه من الكزبره. بعد كده بقى نجيب السمك بتاعنا ونمسكه بقى نقشره ونفصصه. وانا عايزه اقول لكم ان انا نسيت ديل السمكه التانية في الشوربه بتاعته، ما طلعتهاش. شفتها بقى بعد ما خلصت خالص، طلعتها بقى وكلتها وهي مسلوقه كده برضو عادي، بيبقى طعمها برضو حلو، مفيش اي مشكله. بس طبعا لما بنحفظ التونه في المحلول الملحي ده اللي احنا عاملينه، بجد بيديها طعم خطير جدا. بتبقى فعلا تونه يعني زي ما انت بتجيبيها من بره بالظبط، مفيش اي فرق بينها. وعايزه اقول لك على حاجه كمان، التونه دي بتحفظيها بتقعد بره التلاجة اسبوع بحاله بره التلاجة، ما بيجرالهاش اي حاجه، لان طبعا ماده الحفظ اللي احنا عاملينها لها او المحلول اللي احنا عاملينه ده بيحافظ عليها لمده اسبوع، ما بيجرالهاش اي حاجه. طبعا لو هتزودي عن اسبوع فالاحسن بقى ان انت تحطيها في التلاجة. ولو هتعملي طبعا كميات كبيره يبقى شيليها بقى في بطرمانات كده، او في علب، وحطيها في الفريزر، وطلعي منها بقى على قد استعمالك، على قد استعمالي الاسبوع كده طلعي منها. يعني ممكن تجيبي لك 2 3 كيلو سمك كده على بعضيهم كميه مره واحده، وتعمليهم وتشيليهم في علب وفي الفريزر. هينفعوكي خاصه كمان في ايام المدارس اللي زي كده، ممكن تطلعي منها لاولادك على طول وتاكليهم. ممكن تعمليها لهم على بيتزا، ممكن تعمليها لهم في معجنات، ممكن تعمليها لهم سندوتشات، ممكن تعملها لهم في العشاء كده تبقى حاجه خفيفه وجميله. او زي ما بقولك في الفطار، والله لو حسبتيها مع الفطار هتطلع لك ارخص من الفول والطعميه والجبن كمان، لان ما شاء الله الكيلو واحد من التونه بيدينا كميه كويسه. يعني ده كيلو من التونه هيديني بطرمانين حلوين قوي. بس احنا بقى مسكنا السمك بتاعنا، طبعا نضفناه كويس جدا من الشوك اللي فيه، وشلنا الجلد اللي عليه، وشلنا اي شوكه فيه.
المهم وخدناهم بقى. انا قسمت التونه اللي هي مقطعه قوي او المفتفته قوي هحطها في بطرمان، واللي هي قطعه سليمه شويه كده او كبيره شويه هحطها في بطرمان تاني. هي مش هتفرق كتير، بس انا عشان ابقى عارفه ان دي تونه مفتته ودي تونه قطعه يعني. بس جبت قرنين بقى من الفلفل الحامي كده وشقيت قلبهم عشان طعمهم يطلع في التونه او يديني طعم الفلفل في التونه. وطبعا لو مش حابه الفلفل بلاش منه خالص، بس انا حبيت ان هو يديني طعم كده معايا في التونه. طبعا البطرمانات اللي معايا مغسوله كويس جدا ومتعقمه طبعا. بعد كده بقى جبنا التونه بعد ما عبيناها في البطرمانات بتاعتنا، نجيب محلول الملح بقى اللي احنا عاملينه. عايزه اقول لكم المحلول ده يا جماعه خطير بجد، المحلول والله تحفه. هنخلي فيه التونه، بس مش هناكل من التونه دي الا بعد يومين على الاقل. ليه بقى؟ عشان تكون شربت من الصوص ده قوي او شربت من المحلول ده قوي واتطعمت منه، وبجد هتاكلوا منه احلى تونه. والله هتاكلوا منه احلى تونه، وهتجربوا الوصفه دي ان شاء الله، وباذن الله على طول هتبقى موجوده في بيتكم، على طول هتعملوها ان شاء الله على طول. وزي ما بقول لكم هي مش هتكلفنا حاجه غير كيلو من التونه. كيلو من التونه ب 80 جنيه. الكيلو من التونه ب 80 جنيه هعمل لنا البطرمانين الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول. شوفوا بقى البطرمانين دول كده لو طلعنا منهم هيكفونا قد ايه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، كميه حلوه جدا. وزي ما قلت لكم والله ارخص من الفول والطعميه وارخص من الجبن كمان لو جبنا الكيلو عملناه بالطريقه دي. بعد كده بقى انا هحط على وش البطرمانات بتاعتي زيت، علشان عايزه احطها بقى في التلاجة احطها، عايزه احطها بره التلاجة احطها. زي ما قلت لكم بتقعد بره التلاجة اسبوع في المحلول بتاعها ده، محلول الحفظ بتاعها، ما بيجرالهاش اي حاجه. بجد بجد عايزاكم تجربوا وصفه التونه دي لانها جميله جدا وموفره جدا في البيت، طعمها خطير جدا. وغير انها موفره كمان ما فيهاش اي مواد حافظه ولا مواد تضر بصحتنا، يعني حاجه عاملينها في البيت على ايدينا. وكمان بنعتبرها من ضمن تحضيرات رمضان، لان طبعا ممكن نحتاجها في رمضان في السحور او ندخلها في وصفات كتيره في الفطار، فطبعا هتنفعنا جدا برضو في شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. عايزاكم بقى تجربوا الوصفه دي وتقولوا لي رايكم فيها، ولو عجبتكم وعجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد، وصحتين وعافيه لقلوبكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله.